بعثة يونس عليه السلام. يونس بن متى عليه السلام من أبناء نبي الله يعقوب عليه السلام، حيث إن الله تعالى لم يرسله إلى بني إسرائيل بل إلى الأشوريين الذي أسسوا الحضارة الأشورية التي تقع حول نهر دجلة في العراق. وشأن نبي الله يونس عليه السلام كشأن باقي أنبياء الله تعالى، فقد أمده الله تعالى بالمعجزة وأنزل إليه الوحي. استكبار قوم يونس وجحودهم بدعوته دعا نبي الله يونس عليه السلام قومه إلى عبادة الله تعالى وحده وترك عبادة الأصنام، فقابلوا دعوته عليه السلام بالاستكبار والعناد، ولم يكتفوا بالإنكار بل تمردوا على نبي الله يونس عليه السلام وكذبوه. غضب يونس من قومه والفرار منهم. ذكر القرآن الكريم خروج نبي الله يونس عليه السلام من قرته، فقال الله تعالى: وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون، حيث كان يونس عليه السلام قد غضب ويأس من قومه فخرج من القرية فاقدا الأمل في إيمانهم. ركوب يونس السفينة. اتجه يونس عليه السلام إلى السفينة المملوءة مع قوم كانوا فيها، وكان حمل السفينة ثقيلا، فخافوا أن تغرق السفينة بهم، فاقترعوا فيما بينهم لإنزال شخص منها، فظهر اسم نبي الله يونس عليه السلام في القرعة لأكثر من مرة، إلا أنهم رفضوا إخراجه، لكن نبي الله يونس عليه السلام قام بإلقاء نفسه في البحر. يونس في بطن الحوت. حينما ألقي نبي الله يونس عليه السلام في البحر، أرسل الله تعالى إليه حوتا يشق البحر ناويا التقامه، وأوحى الله تعالى للحوت بأن لا يأكل نبيه عليه السلام لحما ولا عظما، وما عليه إلا أن يجعل بطنه سجنا له عليه السلام، وذلك لأنه يئس من قومه وغادرهم. دعاء يونس عليه السلام. بين القرآن الكريم حالة نبي الله يونس عليه السلام حينما ابتلعه الحوت، فصوره بأنه كان في الظلمات كاظما للغيظ ومعترفا بذنبه ويدعو الله تعالى بالتوبة والمغفرة. وقال الصحابي الجليل ابن عباس رضي الله عنه في تفسير الظلمات بأنها ظلمة البحر والليل والحوت، فدعا يونس عليه السلام الله تعالى بالتوبة وإخراجه من بطن الحوت. وبين القرآن الكريم دعاء نبي الله يونس عليه السلام في بطن الحوت، قال الله تعالى: فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فقد تضمن دعاء نبي الله يونس عليه السلام إثبات عدة أمور كما يأتي: اعترافه بذنبه بترك قومه ويأسه منهم، إثبات الألوهية لله تعالى، تنزيه الله تعالى عن كل نقص وعيب، نجاة يونس وعودته للدعوة، من الله تعالى على نبيه يونس عليه السلام باستجابة دعائه وقبول توبته عليه السلام، فلولا قبول توبته لما نجا يونس عليه السلام من بطن الحوت وللبث فيه إلى يوم القيامة، لكن الله سبحانه وتعالى خلصه من المحنة والابتلاء، فأمر الله تعالى الحوت أن يتوجه نحو شاطئ البحر ويقوم بإلقاء يونس عليه السلام من بطنه بقذفه إلى اليابسة التي لا شجر فيها ولا نبات. ألقي سيدنا يونس عليه السلام على اليابسة وهو مريض، وذلك نتيجة لما حدث له من لبثه في بطن الحوت، لكن عناية الله تعالى قد تولته، فأنبت عليه شجرة اليقطين التي ستحميه من حر الشمس وميكروبات اليابسة لحين استعادة جسده صحته. بعد أن شفي يونس عليه السلام، أعاده الله تعالى إلى قومه ليكمل دعوته، وكانوا قد آمنوا بغيابه عنهم ليصل عددهم 1100 أو يزيدون. قال الله تعالى: وأرسناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. قال الله تعالى: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين.
هذه هي قصة سيدنا يونس عليه السلام باختصار. يستفيد المسلم بالأخص الداعية إلى الله سبحانه وتعالى أهمية التحلي بالصبر تجاه مصاعب الدعوة ومهمها، فالأنبياء عليهم السلام لاقوا أشد الصعوبات والعوائق في سبيل طريق الحق ودعوة الناس إلى الخير، فما كان منهم إلا الصبر، ناظرين إلى الجزاء العظيم الذي أعده الله تعالى لهم في الحياة الآخرة. وتميز أنبياء الله سبحانه وتعالى بصبرهم على مهام الدعوة، فلبث سيدنا نوح عليه السلام في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى الهدى ودين الحق، ولم يؤمن معه إلا القليل منهم. ونبي الله إبراهيم عليه السلام الذي ألقي في النار واستجاب للرؤية التي رآها في منامه بذبح ابنه إسماعيل، فأكرمه الله تعالى بكبش عظيم مقابل صبره وتسليمه لأمره.